ركز معانا في الفيديو الجديد دوت، لأن الفيديو ده فيه إجابات عن تساؤلات كتير وناس كتير فكرت. أعرف منين إن أنا مصاب؟ أعرف منين إن أنا محسود أو إن أنا عندي مس أو عندي سحر؟ حاجات كتير في حياتي بتحصل لي وبستغرب إيه اللي بيحصل معايا وإيه السبب. ناس كتير قالوا لي أنت عندك تعطيل، أنت عندك وقف حال. دايما بلاقي مصالح كتير ببقى ماشي فيها وخلاص قربت أوصل لبر الأمان، ألاقي المصلحة باظت وضاعت. دايما بحس بالتعطيل وبحس بالنحس في أمور حياتي. إيه الإجابة؟ هنا بقى في الفيديو دوت هنوضح ليك أسباب التعطيل، إيه الأحلام المنامية اللي من خلالها تبقى كشفت على نفسك وعرفت إن أنت فعلا مصاب بالتعطيل أو بوقف الحال. وبالتالي أول ما تدرك الأحلام دي وتحصل معاك مش هتستغرب تاني من اللي بيحصل معاك في حياتك من أمور تعطيل أو نفور أو وقف حال، وبالتالي تلحق نفسك قبل ما الدنيا تسوء أكتر. أحلام التعطيل هي بعض الأحلام المنامية اللي بتبقى جاية لك عشان توضح لك أنت عندك إصابة روحية، وبالتحديد الإصابة دي المقصود منها تعطيل لأمورك ومصالحك ووقف حال لحياتك. عد معايا الأحلام دي، هنقول أبرزها: حلم إني في امتحان ومش عارف أحل، حلم إني متأخر عن الامتحان أو متأخر عن المدرسة والدراسة، حلم الأقفال، دايما بشوف أقفال قدامي في الحلم، دايما بشوف أبواب مغلقة، دايما بحس إني محاط بتعابين وأفاعي، دايما بحلم بإن فيه نار جنبي ومضاءة والنار دي فيها بعض الحيوانات، أحلام خروج الدم من جسمي، أحلام إن من فمي دايما بطلع خيوط وأشياء كتير صعبة بستغرب الخيوط دي دخلت لي إزاي لجسمي. كتير قوي من الأحلام اللي تحديدا بتوضح ليك إن في تعطيل في حياتك. من أبرز الأحلام دي أيضا أحلام النجاسات، إنك دايما تتفاجئ بإن في قذورات كتير قوي في طريقك وفي حياتك وعلى هدومك وعلى جسمك. أحلام التعامل مع الجن والسحر، كتير قوي الناس بتستغرب: حلمت اني بتكلم مع جن، حلمت ان في جن دايما كاتم على نفسي، حلمت اني بشوف اسحار قدامي وتركيبات. من الأحلام أيضا اللي بتدل على إنك مصاب بالتعطيل أحلام المقابر بصورة مستمرة، إنك دايما بتدخل المقابر وإن دايما عين الميت مفتوحة قدامك، دايما بحلم بمقابر وأموات كتير حواليا. دي كتير قوي من الأحلام اللي بيبقى قطعا عايزة توضح لك إن أنت مصاب بالتعطيل. أول ما تدرك بعض الأحلام دي لازم تاخد بالك إنك أنت بالتالي كده كشفت على نفسك، مش محتاج تلف على ناس كتير، مش محتاج تسأل أي حد إيه اللي بيحصل معايا وسببه إيه. أول ما تدرك الأحلام دي وأول ما تحس إنها بتتكرر معاك، إنك بتلدغ من تعابين، إنك دايما بتصاب من حيوانات كتير قوي حواليك، ركز في حياتك وابدأ شوف إيه الحل للي انت فيه. التزم ساعتها بالرؤية، والتزم بحاجات كتير قوي في حياتك من طرق العلاج اللي بالتالي توصل لبر الأمان بالشفاء.